جمال شاب اللي زوين وعاطي العين، جزائري الأصل، عايش ومستقر في باريس. بالليلة وضحاها السيد طاحت عليه فكرة شيطانية، ما تطيحش على الجل كحل. خليكم معايا تعرفوا قضية أكبر جزائري طماع. غادي نبداو الهضرة ديالنا من عند هاد الشابة سميتها جولي، فعمرها 27 سنة، مطلقة وكتعيش باريس وكتسكن بوحدها مع بناتها بجوج. في واحد النهار جولي قررت تاخد بناتها لواحد المقهى خاصة بالأطفال، يعني فيها بلاصه فين كيلعبوا الدراري ووالديهم كيجلسوا يشربوا قهوه ومنها يراقبوهم. فداتهم لتماك باش يفوجوا شويه. وفي هاد الوقيته وهي جالسه غادي تشوف واحد الشاب زوين وعاطي العين كيشوف فيها، وهي هنا كذلك غادي تبادلوا النظرات، وهذا الشيء غير من التحت لتحت، كيشوفوا بعضهم غير من البعيد. هنا جولي غادي تمشي تسخن الحليب لبنتها، وفي واحد اللحظه غادي يوقف عليها هذاك الشاب اللي كان كيشوف فيها وغادي يقول ليها اذا سمحتي لي ارى نعاونك. جولي عجبها الحال بزاف، يعني من فوق هو زوين طلع مؤدب وباغي يعاونها، فابتسمت ليه ابتسامه خفيفه كانها راضيه على هذا الشيء اللي دار. هنا غادي يقول لها انه هو مول هذا المقهى، وعطاها جوج ديال التيكيات وقال لها خوديهم ومره اخرى جيبي البنات يلعبوا هنا. طبعا جولي وافقت وعجبها الحال بزاف على هذا الموقف، فتبادلوا الارقام ديال الهواتف ديالهم وكل واحد فيهم شاد طريقه. ومن بعد يومين عيط ليها هذاك الشاب وعرف براسه وقال لها انا سميتي جمال لوملي، وانا كنشتغل استاذ في الثانويه فلانيه، واصلي من الجزائر، وفي عمري 31 سنه. هنا جولي كذلك غادي تعرف براسها وغادي تقول ليه انا مرا اللي مطلقه ومكلفه بتربيه بناتي. ومن هنا العلاقه ديالهم غادي تطور، غادي يرجعوا ديما على اتصال. وجولي مقدتها فرحه تلقى راجل زوين وكيفهمها وكيتهلا ليها في بناتها وكيتهلا فيها حتى هي، فكانت غادي تطير بالفرحه وقالت ليه انا غادي نقولها لماما. هو هنا غادي يقول ليها واياك تقوليها لشي حد على العلاقه ديالنا، خليها بالسر حتى نشوفوا شنو نديرو. فهي هنا استغربت فطلبت منه يفسر ليها علاش يخليو علاقتهم بالسر. جمال غادي يقول ليها انا مسلم وانت مسيحيه، وخوفا والديا يسيقوا الخبر ويبزوا عليا نتفارق معاك. جولي غادي تقتنع بكلامه وغادي تخلي علاقتهم سريه، فقالت معليش دابا يجي شي نهار وتكون علاقتنا باينه لكل شيء، فهو مهلي فيا مهلي في بناتي فماشي مشكل. فغادي تدوز مده 3 شهور وهما على علاقه. هنا جمال غادي يقول جولي خاصنا نمشيو لمراكش ومن تما نمشيو للجزائر باش نتزوجوا. جولي غادي تفرح بزاف واخيرا حلمها غادي يتحقق، فقالت ما يكون غير خاطرك. هنا جمال غادي يقول لها انا غادي نسبقك بنهار باش نوجد المسائل وانت على غد لي اجي على خاطرك. صافي جولي وافقت وخلات بناتها مع ماماها ومشات لمراكش في شهر دجنبر سنه 2009. فملي وصلت لمراكش شدات طاكسي ومشات ديريكت لوسط المدينه وكرات سياره وحطاتها في باب الفندق ودخلات لعند جمال ولقاتو كيستناها في الغرفه ديالهم. انا غادي يقول ليها دابا خاصنا نتحركوا باش نمشيو للجزائر من الحدود، يعني غادي يمشيو بطريقه غير قانونيه. جولي جا هادشي غريب لكن ما زادتش معاه الهضره حيت كتبغيه وكتثيق فيه. فهاودو تفهموا مع الاوتيل على حساب الخلاص وداكشي، وركب جمال في طوموبيلته وهي في طوموبيلتها وتبعاتو من اللور. وفي واحد اللحظه غادي يسبقها بزاف، ما غاديش يبقى يبان ليها، غادي يكسيري مره واحده. جولي غادي توتر لكن قالت دابا نلحق عليه، فبقات غاده في طريقها بشويه بشويه حتى بدات كتحس بشي حد كيضربها بالطوموبيل من اللور. تخلعات وما عرفات ما دير حتى لقات راسها خرجوها على الطريق. وملي نزلات من الطوموبيل وهي ما فاهمه والو شنو اللي طاري غادي يوقفوا عليها وبداو كيعطيوها قتله ديال العصا. حاولت تهرب منهم لكن عددهم جوج وعاد رجال وصحاح عليها، فبقاو كيضربوا فيها حتى غيبت وخلوها تماك مرميه ومشاو بحالهم. في الصباح غادي يكون دايز واحد الشخص من تما وغادي يشوف جولي طايحه في الارض، فاتصل بالبوليس وعلمهم بهذا الشيء. وطبعا البوليس غير سمعوا سائحه في القضيه جاو كيطيروا، فهزوها وخدوها للمستشفى حيت كانت مازال حيه. لقاو عندها كسر في العمود الفقري ديالها وفيها كدمات زرقين في الجسد ديالها كله. غادي تدخل في غيبوبه لمده يومين عاد اللي غادي تفيق. وملي غادي تفتح عينيها غادي تلقى جمال جالس حداها وكيبكي وحالته حاله، وقال لها خلعتيني عليك وكنت غادي نحماق، فين مشيتي كنتي مورايا، في واحد اللحظه ما لقيتكش، علاش تخلعني عليك. جولي ما كانتش كتقدر تهضر، بالدرع كانت كتخرج كلمه ومتقطعه.
هنا جمال غادي يقول لها ماما غادي دير عمليه ضروري خصني نمشي لعندها باش نوقف معاها. وفعلا غادي يمشي، غادي يخليها بوحدها في المشفى. عائلتها غادي يسيقوا الخبر من عند السلطات ديال مراكش وغادي يجيو باش يديو بنتهم باش تكمل العلاج ديالها في باريس. فغادي يدوها في هليكوبتر خاصه بالمرضى، وغير غادي توصل للمستشفى غادي يدخلوها لقسم العمليات، حيت جولي كان عندها كسور كثيره وكانت محتاجه العمليات. فغادي يوصل عدد العمليات اللي داروا ليها ال4 ديال العمليات. وهنا جولي غادي تلقى غير ماماها في جنبها كتقابلها بدواها وكتقابل ليها حتى بناتها. واما جمال من نهار سافر من مراكش ما زاد هضر معاها، السيد غبر غبره وحده. فملي غادي تصحصح شويه غادي تبدا تسترجع الذاكره ديالها وتلاقي الاحداث، وهذا الشيء كانت كتشاركه مع الام ديالها. فقالت ليها جاني هذا الشيء غريب، كيفاش جمال عارف حالتي ومن نهار خلاني في المستشفى ديال مراكش ما زاد اتصل بيا يطمن عليا. وغادي تقول ماماها انها قبل ما تسافر معاه لمراكش كانت مضات على 2 وراق ديال لاسورانس على الموت ديالها، وواحد الورقه فيها اذا توفات موتة عاديه غادي ياخذ جمال تعويض قيمه ديالو 5 مليون اورو، واذا توفات بحادثه غادي ياخذ جمال تعويض قيمه ديالو 7 مليون اورو. يعني المستفيد الوحيد من مور الوفاه ديالها هو جمال. هنا ماماها غادي تقول لها اذا هو اللي خطط لهذا الشيء كامل، حيت لا يعقل كنتو غادي تسافروا للجزائر من الحدود وهو عنده الوراق، وملي كنتو غاديين في الطريق سمح فيك. المهم بقاو كيحلوا وكيناقشوا ما بيناتهم هادشي اللي طرا ليها. وقررت جولي في الاخير انها غير تسترجع صحتها غادي تشتكي عليه. وفعلا من بعد مده غادي ترد صحتها وغادي تمشي لدارها، وغير بغات تحل الباب غادي ترد البال انها دورت الساروت 2 ديال المرات. وهي ملي شدتها اخر مره فاش كانت غادي تسافر دورت الساروت واحد المره، فشكت في شي حد يكون دخل لدارها. وفعلا ملي حلت الباب ودخلات لقات الدار كلها مرونه شي فوق شي، كأن شي واحد كان كيقلب على شي حاجه. فنيشان مشى تفكيرها للسارق، فبدات كتقلب في دارها لا تكون شي حاجه تسرقات ليها. وهنا ما غاديش تلقى الوراق ديال لاسورانس على الحياه ديالها. هنا صافي قالت 100% جمال هو اللي خداهم وهو اللي خطط لديك الشيء كامل اللي وقع ليها في مراكش. فعلى غد ليه مشات لعند البوليس وقالت لهم انا تعرضت لمحاوله قتل في مراكش وتعرضت للسرقه في داري هنا في باريس. فسولوها واش شكه في شي حد، فقالت لهم انا ماشي شاكه وانما متاكده ان جمال الحبيب ديالي هو اللي سرق ليا الوراق باش ياخذ الفلوس ديال لاسورانس. البوليس غادي يسولوها على سميتو الكامله، وملي غادي يقلبوا عليه في السيستم ديالهم غادي يعرفوا ان جمال اكبر جزائري مخلوط. لقاوه هذه مده 3 سنين كانوا رافعين عليه عائله مراته المتوفيه في حادثه دعوه في المحكمه. ومراته كان سميتها كاتلين في عمرها 25 سنه، كان تعرف عليها في سنه 2006، ومن بعد 4 شهور على التعارف ديالهم تزوج بها في السر حتى حد ما كان عارفهم متزوجين. ونهار 30 يناير سنة 2007 جمال وكاتلين كانوا راكبين على البسكليت في واحد الطريق خاوية، وكانت الوقيته ديال 11 الليل. كاتلين كانت غادية هي الأولى وجمال من وراها، وهما غاديين بشوية عليهم غادي تدوز واحد الطوموبيل بسرعة خيالية وغادي تضرب كاتلين وغادي تهرب. كاتلين في البلاصة غادي تغيب. هنا جمال غادي يحاول يزولها من الطريق وغيدرعها لعنده وهو كيبكي. سيد دخل في حالة هستيرية، فدازت واحد الطوموبيل من حداهم وغادي ترد البال ديك البسكليت اللي طايح في الارض. فوقفوا ورجعوا لعندهم، وهنا شافوا شي وحدين كيحاولوا يزولوا ليه كاتلين من يده باش ينقضوها، وهو ما باغيش يعطيها ليهم، كان مدرعها لصدره وكيغوت. جاو البوليس والاسعاف وخداو كاتلين للمستشفى واللي غادي تبقى فيها مده شهر وغادي توفى. واما البوليس سولوا جمال شنو اللي طرا واستمعوا ليه وللناس اللي كانوا تماك حاضرين، ومن بعد طلقوه حجتهم القضيه حادثه فقط. لكن عائلتها ما غاديش يسكتوا وغادي يحطوا بلاغ على الزوج ديالها جمال، وفعلا غادي يتم الاستدعاء ديالو المره الثانيه، وهاد المره بجديه غادي يتم التحقيق معاه. كيفاش حتى وقع الحادث؟ فقال لهم انهم كانوا غاديين في الطريق حتى جات واحد الطوموبيل ودازت في مراتي وهربات، فانا بالخلعه هزيتها من الطريق ودخلتها للطويطوار قبل ما يجي شي حد يكمل عليها. فقالوا ليه ملي انت خفتي عليها وزولتيها من الطريق علاش ما خليتيش الممرضه تشوفها وتنقذها؟ فقال لهم ما كنتش في وعيي، انا ملي شفتها بديك الحاله بقيت كنبكي ونغوت وندرعها لصدري،
وهما كيستمعوا ليه غادي يوصلهم واحد الخبر ان كاتلين قبل ما توفى باسبوع مضات على اوراق ديال لاسولانس، والمستفيد الوحيد منهم هو جمال. فغادي يواجهوه وغادي يقولوا ليه اعترف، راها باينه تينا اللي قتلتيها باش تاخذ هاد الفلوس، راه 2 مليون الاورو ماشي سهله. فقال لهم انه ما كانش عارف ان كاتلين دارت ليه هادشي، وحتى هو ماضي على اوراق ديال لاسورانس في حاله اذا مات هي اللي غادي تاخذ تعويض على الموت ديالو. فقال لهم يمكن بغات ترد لي نفس الجسم. وملي بحثوا على السياره اللي ضرباتها غادي يلقاوها محطوطه غير في واحد البلاصه قريبه للمكان اللي وقعت فيه الحادثه. وملي قلبوا على هاد الطوموبيل لقاو مولاها كان ديكلاري على انها تسرقت ليه. ومن بعد هاد التحقيقات غادي يطلقوا السراح ديالو من بعد ما خاد البراءه، لانهم ما لقاو عليه حتى دليل. فخد الفلوس ديال لاسورانس اللي كتقدر ب2 مليون اورو. واما عائله كاتلين ما عجبهمش الحكم، لكن ما لاقين عليه حتى حاجه من غير شاكين فيه. من بعد هاد الشيء جمال غادي يمرض وغادي يدخل في حاله اكتئاب حاده، ورجع ديما مغيب وديما حط شهاده طبيه في المؤسسه اللي كيقري فيها، ومن وراها حط الاستقاله ديالو ومشى يعيش حياته ورجع مليونير. شرا شقه في سونترفيل، شرا سياره فاخره، ولا كيلبس لباس غير ديال لي مارك، ودار مقهى كبير ودار فيه صاله ديال الالعاب للدراري الصغار. وهنا فين تعرفت عليه جولي. البوليس ملي عرفوا هاد التفاصيل اللي وقعات للزوجه ديالو الاولى كاتلين غادي يربطوا ما بينها وما بين اللي وقع لجولي، فلقاو تطابق كبير ما بينهم، يعني بجوجهم بغات تكون العلاقه ما بينهم سريه، وكذلك بجوجهم ضاو ليه على اوراق ديال لاسورانس. فمشاو لقاو عليه القبض باش يحقوا معاه. فقال لهم جمال ان جولي ما عنده بها حتى علاقه، وقال كنهضر معها في الاول ومن بعد منها بعد عليها حيت جاتو مريضه ومهووسه به. كانت ديما كتبعو فين ما مشى، وكانت كتسرد ليه رسائل للدار ديالو. هو كان ديما كيحاول يتفاداها، وفي واحدة من المرات غادي تتبعو حتى لمراكش. وقال هو كان مسافر هذيك الساعة مع مراته سيلين، وقال لهم اذا ما تيختونيش انا عندي الدليل على هادشي اللي كنقول. وفعلا ورى لهم الاوراق اللي كتاكد كلامه. وملي تحققوا المحققين من ديك الاوراق لقاوه اول نهار مشى للمغرب هو ومراته، كان دوزوا النهار الاول في مراكش، ومن بعد منها طلع لمدينه الدار البيضاء وعنده الوراق ديال الخلاص ديال المطعم والفندق اللي جلس فيه مع مراته سيلين. فقالوا ليه وشنو كتقول على الاوراق ديال لاسورانس ديال جولي فين مشاو؟ فقال لهم انه ما عارف وما عنده حتى فكره على الوراق. قال يمكن هي سمعت القصه د كاتلين لانها خلت لي الفلوس وبيهم باش عايش دابا ودرت المشروع ديالي، فيمكن هي بغات تقلدها حيت هي مهووسه بيا وانا ما عارف والو على لاسورانس. المحققين غادي يترونوا ما بين الهضره اللي كيقول جمال وبين الهضره اللي كتقول جولي، واش هي فعلا لاصقه فيه ولا هو اللي دار داكشي باش يقتلها ويدي ليها فلوسها. هلا غادي يتحققوا من الاقوال ديال جولي هي الاولى ويتاكدوا من داكشي اللي قالته واش فعلا صحيح ولا لا. فغادي يتاكدوا من الوقت اللي خرجت منه جولي من الفندق، فهي قالت لهم خرجوا مع الوقيته ديال 11 د الليل، وهما ملي بحثوا لقاوهم خرجوا مع 4 ديال الليل. وزادوا عرفوا من الناس اللي خدامين في ديك الليله ان جمال كان مع جولي، وعقلوا عليه ملي شافوا الصور ديالو، يعني جولي ما كذباتش. وثاني حاجه غادي يعرفوا ان السياره اللي كانت كرياها جولي ما مضروباش من اللور بحال اللي قالت لهم، لقاوها مصلوحه بحال اللي ما وقع عليها حتى حاجه. فغادي يدققوا في كونطرا ديال لاسورانس اللي دارت جولي ولقاو بزاف ديال الاغلاط. لقاوها كاتبه ليهم انها عندها شركه في البرازيل وعندها صالير عالي، وهي في الحقيقه غير على قد الحال، وكانت كاذبه في السن ديالها حيت الفئه اللي تقدر تستافد من لاسورانس هي الفئه اللي عمرهم فوق 40 سنه، وهي كانت مازال صغيره وفي عمرها 27 سنه، يعني مستحيل تستافد من لاسورانس. وكاتبه ليهم انها متزوجه وهي ما كانتش متزوجه. فغادي يواجهوها بهذا الشيء وبالرسائل اللي كانت كتبعتهم لجمال لدارهم. فقالت لهم ان جمال هو اللي كان كيفتي عليها شنو تكتب على حساب لاسورانس، وكان كيطلبها تكتب ليه حتى الرسائل وتبعتهم ليه للدار باش والديها عرفوها شحال كتبغيه باش يخليوه يتزوج بها. وهي كانت تايقه فيه، كانت كدير اي حاجه كيقولها ليها. من بعد هاد التحقيقات غادي يجي واحد السيد سميتو بانيك المركز الشرطه، وغادي يقول الشهاده ديالو اللي غادي تقلب الاحداث. قال هو الصديق المقرب ديال جمال. في واحد المره كان عنده مشاكل كثيره مع البنك وكان واقف على الفلوس، فمشى لعند صاحبه جمال وطلب منه يسلف ليه 200 مليون مغربيه. فقال جمال وافق يعطيني الفلوس، لكن تحت شرط نمضي ليه على واحد الورقه فيها مبلغ ديال 600 مليون خصني نردها ليه. بانيك قال له ما عنديش ماين نجيب لك هاد الفلوس كلها.
فقال ليه جمال عرفتي اش هتعمل عند مراتك ولا العشيقه ديالك، دير لك لاسورانس على المود ديالها وبحال هكذا ما غاديش تحتاج نسلف لك وغادي ترجع مليونير. بانيك تخلع من هادشي اللي قال له جمال، فغادي يقول ليه انا ماشي حمق نعمل هادشي، فمضى على ديك الورقه حيت ما لقى قدامه حتى حل، فهو كان باغي الفلوس. بانيك قال للمحققين انا هادشي كله كنت قلته لصحابي هذه مده 3 سنين، وهاد صحابي حتى هما خدامين مع البوليس وكانوا مشاو وقلبوا في حياته، لكن ما لقاو حتى دليل حتى هما كانوا شكوا فيه يكون قتل كاتلين باش يدي ليها فلوسها. المحققين غادي يستدعوا دوك صحابو اللي قال ليهم بانيك انهم خدامين مع البوليس وغادي يستمعوا ليهم، وفعلا غادي يجيو وغادي يقولوا ان بانيك جا لعندهم وعاود ليهم هادشي. لكن ملي مشاو باش يقلبوا في الدار ديال جمال هذيك الورقه اللي مضى بانيك اللي هي كضمان على الدين اللي عطاه جمال اللي ما لقاوهاش، غادي يواجهوا جمال بهاد الاقوال. فغادي يقول ان هاد الهضره اللي قال بانيك ما منها والو، تعرف اني طايح في هاد المشكل عليها بغى ينتقم مني، بغى يثبت عليا التهمه اللي كيلصقها فيا الاعلام باش يسردني للحبس. المحامي ديال جمال قال ان بانيك كيقول هادشي غير باش ما يردش الفلوس لجمال اللي كان مسلفهم ليه، وحتى من جمال ما خلاش من حقه. السيد كان مثبت وتايق في راسه وكان كيعرف يتحاور وكيعرف يدافع على راسه. هنا المحكمه غادي تدوخ ما بينهم، ما عرفوا لمن يتيقوا، واش جمال ولا بانيك ولا نجولي. هنا غادي يديروا بحث على جمال على الوكالات ديال التأمين كلهم، واش جمال عنده شي تأمين بسميتو ولا لا. فغادي يدوز واحد الوقت وهنا غادي تعيط واحد الوكالة ديال التأمين وغادي تقول لهم انهم عندهم لاسورانس بسميت جمال اللوملي. فغادي يتاكدوا شكون اللي مضى على دوك الوراق، فغادي يلقاوهم في سميت واحد البنت سميتها كارين، وفي عمرها 24 سنه، عندها تاخر عقلي، سيده ماشي طبيعيه. فغادي يمشيو لعندها وغادي يقولوا ليه علاش مضيتي هاد المبالغ كلها لجمال. فغادي تقول لهم ان جمال هو حب حياتها، تعرفت عليه هذه مده 6 شهور وهما كيبغيو بعضهم. فجمال كيفهمها وكيحترمها وكيقدرها، وهي تعطيه عويناتها ماشي غير الفلوس. وقالت داير ليها واحد المفاجأة غادي يسفرها لمدينة مراكش. هنا صافي تأكدوا أن هذه هي الضحية الثالثة لجمال، فالأولى هي كاتلين، والثانية هي جولي اللي فلتات بأعجوبة وما ماتتش، والثالثة هي كارين. فتأكدوا وعرفوا أن جمال هذه هي الطريقة ديالو باش كيدي الفلوس ليهم. فالمحاكمة ديالو استمرت 3 ديال الأسابيع، وفي الأخير غادي يلقاو جمال مذنب وغادي يتم الحكم عليه ب30 سنة سجنا نافذا مع إمكانية الإفراغ المشروط من بعد ما يدوز 18 سنة في السجن. ولحد هنا كنكون ساليت القضية ديال اليوم. قولوا لي كيف جاتكم الشخصية ديال جمال؟ السيد خدام أستاذ في مدرسة ثانوية، يعني كيتخلص مزيان، لكن اللي طماع كيبقى طماع واخا تعطيه اللي عطيتيه ما كيشبعش. الله ينجينا منهم. المهم انا كنستنى التعليق ديالكم حول هذه القضية، وكنشكركم بزاف على المشاهدة، والسلام عليكم.